انت عارف قصة الصقر اللي اتسخط فرخة؟ قصته مضحكة قوي زي ناس كتير فينا. بيقول لك يا سيدي مرة واحد اصطاد صقر، والصقر ده كان شاهين، ولو انت مش عارف فالشاهين ده من اسرع نوع صقور في العالم، يعتبر هو الاسرع في الحياة كلها. المهم لما اصطاد الصقر ده كانت انثى، فخلاها عنده في المزرعة لحد ما جات لها بيعة وباعها. قبل بقى ما يبيعها كانت سابت له بيضة، احتار يحط البيضة فين، فحطها في عشة الفراخ. عدى يا سيدي يوم، في التاني، في التالت، البيضة فقست وبقى شكله غريب جدا وكبر مع الفراخ. المشكلة اللي النسر ده او الصقر ده عفوا كان بيتعامل معامله وحشه قوي من الفراخ اللي حواليه. كان شكله مختلف عنهم، حجمه مختلف عنهم، لهجته مختلفه عنهم، فكانوا عمالين بيتريقوا عليه في الراحه في الجايه: وانت شكلك وحش، انت شكلك مش زينا، انت عمرك ما هتبقى زينا، عمرك ما هتوصل لنا اساسا. وبيعاملوه بطريقه وحشه جدا لدرجه ان الراجل حس ان هو فعلا شخص مسخ او كائن مسخ. في مره هو بينطط في الارض كده، بياكل في الارض، بص في السماء لقى نسور طايره في السماء، ولقى شاهين طاير في السماء، فاتخض، قال ايه ده؟ ايه الحيوانات العظيمه دي؟ انا اول مره اشوف الحاجات دي. فسال الفرخه اللي جنبه، قال لها ايه اللي طاير في السماء ده؟ ايه الحاجات الغريبه دي؟ قالت له دول الملوك بتوع السماء، دول الملوك بتوع السماء اللي مش هيقدر حد يوصل لهم ابدا. قال لها ايه ده؟ يعني انا عمري في حياتي ما اقدر اوصل لهم؟ قالت له اه طبعا، انت فرخه، عمرك ما تقدر تطير، وعمرك ما تقدر تبقى بالقوه دي. فحط راسه في الارض وقعد ياكل من الارض. والمشكله اللي هو عاش ومات على انه فرخه. بنسبة 99% انت مش فرخة، انت شهيد. بنسبة 99% اللي حواليك بس مش فاهمين انت عايز توصل لايه. بنسبة 99% انت تقدر توصل لهدفك، بس اللي يفرقك عن اللي وصل واللي لسه ما وصلش انك تكون فعلا مؤمن ان ربنا طالما اداك فكرة يبقى هتوصل لها، وربنا طالما اداك اللي انت تصحى يوم تاني يبقى هيغفر لك ويرزقك. لو امنت بالثلاث نقاط دول اوعدك هتوصل، وعلى ضمانتي وبإذن الله.